النهارده انا في المعادي والساعه 9 الصبح هسأل حد ما اعرفوش عن اكتر مكان بيحب يفطر فيه. الله، ايه ده؟ مش دي امل ماهر دي ولا ايه؟ هي بطلت غنى وبقت تعمل ريفيوهات. ريشيو بيكري. ريشيو فكري؟ ريشيو بيكري ده اسمه لوحده اسم بشوات، ده ما شاء الله تبارك الله. حسه كده في نفسه اسمه ريشيو باشا فكري، ما اسمه كده يبقى اللي جوه ايه؟ ربنا يستر. يلا يا امل يا ماهر دخلينا جوه. وبتحبي تطلبي ايه من هناك؟ تركي تشيز كروسون. شكرا. الحقيقة ما عرفتش اوصل للمكان على طول، ولكن لقيته وسط شجر كتير قوي في الاخر، هو ده. وعرفت برضو من الزحمة اللي كانت موجودة، وهم كانوا سايبين شباك مفتوح من المطبخ علشان يخرج ريحة البيكريز للناس. عرفتي من الشباك المفتوح عشان ريحه البيكريز؟ سايبين شباك مفتوح من المطبخ علشان يخرج ريحة البيكريز للناس. عارفه انا اخر شباك مفتوح شفته كان فين؟ كان شباك حمام عم سيد، كان بيفتحه عشان خاطر الريحه ما تكتمش جوه وحد يموت. ده اخر شباك شفته مفتوح، الله يرحمك يا عم سيد. وعرفت ان كان في حاجه اسمها بيكريز، كنت هتتشل قبل ما تموت. كان في انواع بيكريز كتيره جدا وكلها كانت بتتخبز قدامنا. اخترت كام حاجه كده، تعالوا نجربهم سوا. اول حاجه التركي تشيز كرواسون والفوكاتشا وسلايس بيتزا والبيستاشيو كرافن. يا نهار ازرق، افطر تركي تيس كرواسون سلايس بيتزا فوكاتشا واتشا وستاشيو جرافيك، ايه ده افطاره في مول الكمبيوتر ده ولا ايه؟ تركي تشيز كرواسون والفوكاتشا وسلايس بيتزا والبيستاشيو كرافن. فطار جرافيك ده اكيد ما هو فعلا استاشيو جرافيك، لان ده فطار جرافيك محدش هيشوفه الا في الجرافيك اصلا. صحيح يا امال يا ماهر، كلامك مظبوط. تركي تشيز كرواسون والفوكاتشا وسلايس بيتزا والبيستاشيو كرافن. امال يا ماهر، عايز اسالك سؤال. انا لما افطر فوتشا واوتشا وسبلاشيو جرافيك، انا لما افطر الفطار ده هيجي لي نفسي ازاي اروح الشغل؟ انا هروح اقدم استقالتي عشان المكان ده مش هيليق بواحد دلوقتي فطران فوتشا واوتشا وسبلاشيو جرافيك. هم مش من مستوايا دلوقتي. المكان نفسه كان حلو وسط شجر كتير، معرفتش اصور لكم تفاصيل اكتر علشان كان زحمه. تعالوا نجرب التركي تشيز كرواسون، كان حلو قوي. التركي كان طعمه مختلف تقريبا علشان ما كانش فيه توابل خالص. والنبي ما هتفرق، قال يعني احنا نعرف طعم التركي المختلف عشان نعرف طعم التركي اللي مش مختلف. والنبي يا امال ما هتفرق والله، براحتك. دي كان سعرها الواحده 130. تركي ب 130 جنيه، كرواسونايه ب 130 جنيه. ليه يا امال؟ 130؟ ده انا بجيبها من الفرن يا امال بالجبنه الرومي، والجبنه الرومي على الوش محروقه يا امال، ويوم ما اتمعظمت بيها بعد الغلا كانت ب 8 جنيه يا امال. خد كرواسونايه ب 130 جنيه يا امال. وبعدين جربت الفوكاتشا، مش عارفه بقول اسمها صح ولا لا، مش فارقه والله يا امال كتير. فوكاتشا ناتشا اتشا افشا مش فارقه، احنا مش هناكل الاكل ده فمش فارقه. قولي اللي انت عايزاه، احنا كننا مش سامعين اصلا. بس ناس كتير قوي قالت عليها ان هي حلوه، انا ما عجبتنيش، ممكن علشان ما كانتش سخنه. ودي كان سعرها 75. 75 جنيه الهاتشا؟ طب والناتشا بكام؟ دي كان سعرها 75. 75 جنيه عشان اخد هاتشا؟ الهاتش غالي في البلد ده ليه كده؟ الهاتش بقى ب 75 جنيه، ما شاء الله تبارك الله. وسلايس البيتزا ده كان فيه نفس المشكله برضو، ما كانش سخن وكان سعره 75. سلايس بيتزا 75 جنيه يا امل؟ بجيب الفطيره سجق كلها على بعض كامله 45 50 جنيه لما تتمعظم. يا امال ليه يا امال؟ اتقي ربنا فيا يا امال يا مال، بالزياده حس بيا يا ماما. اخر ايه واكله 1 سلايس. اما بالنسبه للوايت موكا دي كان سعرها 85. وايت موكا ب 85؟ كتير يا امال يا ماهر. لا ده انا بجيب الوايت موك 5 كلوك وايت فانيلا دبل كلوت اكسترا هوت شارت، جيبه ب 20 جنيه يا امال يا ماهر. يرش لها على الوش من فوق كده شويه نسكافيه. ايه يا امال ده؟ بيستاشيو كرافن ده بقى حسيت ان هو ده اللي هيعوضني على اللي انا عملته في نفسي ده. هل انت لقيت البيستاشيو اللي يعوضك؟ وانا مين يعوضني يا امال على اللي انت بتعمليه فيا ده يا امال يا ماهر؟ استنى اعوض ربنا، استناه يا امال ولا يهمك. بيستاشيو كرافن ده بقى حسيت ان هو ده اللي هيعوضني على اللي انا عملته في نفسي ده. وايه البيستاشيو جرافيك ده بقى يا امال بقى؟ ناكله يعني وانا قاعد على جهاز الكمبيوتر ده، ولا باكله هناك في المطعم، ولا باكله ازاي؟ بينزل لنا ازاي؟ يعني ده بينزل لنا اونلاين ولا بينزل لنا ازاي يعني؟ ينزل صوره جرافيك على الشاشه واحنا نتفرج عليها؟ برضه حاجات غاليه الواحد مش متوقع يعني. كان تحفه بصراحه، العجينه بتاعته كانت حلوه قوي، البيستاشيو كان كتير. البيستاشيو كتير؟ ايه البيستاشيو ده؟ ايه عباره عن سائل جوه الحاجه دي بقى ولا ايه؟ ده موجوده جوه الكيكه دي؟ دي كان سعرها 130. 130 جنيه؟ 130 جنيه بيستاشيو جرافيك؟ بس ممكن يستاهل برضه، ما هو جرافيك. يعني التوتال كده كان كام يا امال يا ماهر كده في الفطار بالصلاه على النبي؟ التوتال كده كام؟ يعني في الاخر تقريبا دفعت 850 جنيه. 850 جنيه يا امل؟ 850 جنيه. 850 جنيه افطر تركي وفوكاتشا واتشا وناتشا وسبلاشيو جرافيك؟ ده نطلع بيهم رحله يا ده نطلع بيهم رحله. يا نهار ازرق، ايه ده؟ ادفع فلوسهم في رحله واركب اي باص واروح، ولا اني ادفع 850 في اتشا وناتشا وسبلاشيو جرافيك؟ لا يا امال، لا كتير والله. دفعت 850 جنيه ليه؟ مش عارف. ولا احنا عارفين يا امال انت دفعتيهم ليه، ولا احنا عارفين انت عامله الفيديو ده ليه اصلا، ولا عشان مين؟ لا مين اللي هيروح ياكل الاكل ده؟ طب هل هروح المكان ده تاني؟ لا مش هروحه. ما انت نفسك مش هتروحي تاكليه تاني يا امال يا ماهر، احنا هنروح ناكله. بتعقدينا يا امال، بتعقدينا.
ولا حتى علشان البيستاشيو كرافن. لا يا امال يا ماهر، روحي انت عشان السبلاش جرافيك ما يزعلش منك. روحي وتطمني عليه وطمنينا عليه. اخر حاجه عايزه اقولها ان التيبل كانت شير. اخر حاجه عايز اقولها ايه؟ ان التيبل كانت شير. كمان الترابيزات مش نضيفه، الناس تاكل وتوقع كده وتفتفت عليها ومحدش بيجي يمسحها. سبلاش جرافيك ايه بقى اللي انا اروحه ده بقى؟ ايه يا عم ريشو باشا فكري ده اللي هو يعمل فينا كده؟ ده ليه؟ عشان ايه يعني؟ فانا عرفت هي ليه لوست انترست مع احمد. لوست مين مع احمد؟ هو مين اللي لوست مع احمد؟ فانا عرفت هي ليه لوست انترست مع احمد. احمد مين ولوست مين وتركي مين وكاتشا وقاتشا وناتشا وفاتشا وسبلاش وجرافيك مين؟ الاكل ده مين دول؟ وانت مين يا امال يا ماهر؟ انت مين؟ انا مالي؟ احنا برضو مالنا ومال الكلام ده يا امال؟ ولا هناكله ولا هنشوف، واحنا مالنا بقى ومال الكلام ده؟ انا مالي؟ انت مالك واحنا مالنا احنا كمان بقى يا امال؟ احنا مالنا مال يا ماهر؟ انا لما افطر ب 850 جنيه يا امال غدالها بكام دي؟ نوع الاكل اللي انزله معدتي على فطار ب 850 عشان ما يأذيش الفطاره ب 850 اللي فطرت. في سبلاش جرافيك تحت كله ايه بقى؟ كله جوجل كروم انا؟ لا كله ديسك توب بقى عشان ينزل يروق على اللي في المعده بقى. السبلاش جرافيك يبقى جوه في المعده مبسوط. كله ايه؟ اتغداله ايه ده؟ انطقي يا امال يا ماهر. حاجه كمان على فكره يا امال، دلوقتي عرفت انت لما كنت تايهه كنت فين وبندور عليك. انت كنت عند ريشو باشا فكري قاعده عنده السبلاش جرافيك سايبانا عمالين قلبين الدنيا عليك. عادي براحتك جدا. شكرين يا استاذه امال ماهر، كتر الف خيرك ومش عايزين منك حاجه ولا من السبلاش جرافيك. انت افطري براحتك وكتر الف خيرك. سلام عليكم.